كانوا يقولوا لنا ست البيت الشاطرة ما بتنام ومطبخها فيه قطعة جلي. وأنا بيني وبينكم بحياتي ما تأثرت بهالألقاب ولا ركضت وراها ولا بيهمني أصلا كون ست بيت شاطرة. الأهم عندي كون ست بيت سعيدة بتعمل اللي بريحها وبتحترم جسمها وطاقتها. حسيت حالي بعد العشاء في حيل نظف المطبخ بنظفه، ما في حيل بتركه لتاني يوم، يعني ما خربت الدنيا. شغل البيت ما بيخلص ولا بحياته رح يخلص، فكتير مهم تكون علاقتنا فيه صحية ورايقة، مو قاعدين عم نركض ورا بعض ونتسابق. وبعدين أنا ما بعرف بصراحة ليش دائما حابين نثبت لحالنا وللي حوالينا إننا ستات بيوت شاطرات بهي الطريقة، بطريقة الركض. هي بنظرك ست البيت الشاطرة لازم تكون طاقتها مستنزفة طول الوقت بهالطريقة؟ بعدين بتجي وحدة بتقلك كيف بتقدري تنامي في بمطبخك قطعة جلي؟ قولي لها حبيبتي أنا مو بس بنام، أنا بنام نوم عميق جدا كمان. لك والله ولا بهتم.